أنا على سبيل المثال سلمت السلطة طواعية، مش بالاعتصامات ولا بقطع الطرقات ولا بتفجير أنابيب النفط ولا بقطع الكهرباء، سلمتها طواعية حرصا مني وحرصا من المؤتمر الشعبي العام على عدم إراقة الدم اليمني، لأن الدم اليمني غالي، أغلى من الكرسي، أغلى من السلطة، أغلى من الجاه، أغلى من المال. هذا دم يمني. ومن يريد أن يرحل من المؤتمر فالمؤتمر ليس عنده بوابة واحدة، عنده 4 بوابات. ارحلوا منه، اخرجوا من على كاهلنا. وبعدين تقطعون الكهرباء وتبدلوا أنابيب النفط وتقولوا ايش؟ النظام الثابت، النظام الثابت. يا فاشلين يا فاشلين يا فاشلين، يا دي ما قدرتش أن تقودوا أو تتحملوا مسؤولية تقولوا النظام الثابت